السلام عليكم، يا مساء الورد. معاكم علي عبد العزيز وحلقه جديده من سلسله برشامه الساحل. النهارده هنتكلم عن مشروع هاسيندا ووترز لشركه بالم هيل ومالكها ياسين منصور، والشركه ليها سابقه اعمال كبيره في التجمع والساحل واكتوبر، وهم يعتبروا اكبر مطور موجود في الساحل كحجم مشاريع وسابقه اعمال. المشروع ده موجود في كيلو 192 في نص راس الحكمه، والمنطقه دي البحر فيها مقبول بس بيحتاج شويه شغل من المطور مش كبير. وطبعا كل ما تقرب لمثلث راس الحكمه انت اللي مستفيد بسبب الخدمات اللي هتكون في المدينه. المراحل المطروحه في المشروع استلام لغايه 4 سنوات ومتشطب بالكامل. سعر الغرفتين بيبدا من 17 مليون، والثلاث غرف 21 مليون، وبتتقسط على 12 سنه. مميزات المشروع ده انك طبعا بتشتري مع براند كبير زي بالم هيلز وعنده تشغيل ساحلي سابق وممتاز، فانت ضامن التشغيل الى اطول وقت. وكمان التقسيط على 12 سنه مع شركه بالحجم ده يعتبر عرض ممتاز، ومعمول بطراز عائلي، وهيكون في اكوا بارك وكيدز اريا، واكيد هيكونوا على اعلى مستوى. عيوب المشروع ده انه كان معمول كتعويض لكل العملاء اللي ما عرفوش يشتروا في هاسيندا حنيش، وطبعا عشان لازم تكون ابن وزير التعدين عشان تشتري في هاسيندا حنيش. فالكوميونتي في مشروع هاسيندا ووترز على الله. كمان المشروع فيه 2700 وحده على عرض شط 400 متر، مش محتاج اقول لك ان ده معناه ان الكثافه على البحر برضه هتكون على الله. وكمان الارض دي اصلا من اراضي جيفيرا، فبرضه هتكون مربوطه بمشروع جيفيرا طول العمر. بس شركه بالم هيلز عرفوا يعالجوا الموضوع ده لانهم شركه طبعا كبيره ومن اكبر الشركات في الماركت، خبره اكتر من 20 سنه. عشان كل ده نهدي المشروع ده 68%، وما اظنش ان هنصح بيه حد لانه فعلا مشروع قصاد الاسم هو اوحش مشروع لبالم هيلز في الساحل، وبرضه سعره مش قليل، وفي مشاريع في نفس السعر افضل بكتير قوي قوي قوي. لكن كده كده براند هاسيندا براند كبير ويمكن ناس بتحب تشتري فيه، فوارد ان انا لو حد قفش انه عايز 12 سنه بالسعر ده مع اسم ضامن معايا تشغيل ساحلي اوديه هناك. انا علي عبد العزيز، وفعل الجرس واعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد في اهم سلسله تفيدك الصيف ده.